بونجور. سلام جيميناي، هضر معايا بالدارجة المغربية عافاك. واخا مرحبا، من دابا الفوق نهضروا بالدارجة المغربية. كليا فاش نقدر نعاونك اليوم؟ دابا غدا ان شاء الله عندنا ماتش ديال المغرب كونتر فرنسا في كأس العالم ديال 2026، امريكا كندا والمكسيك. بغيتك يعني تاخذ الدور ديال احسن مدرب في العالم، وتعطينا التشكيلة المثالية والطريقة اللي خص يلعب بها المنتخب المغربي باش يفوز على المنتخب الفرنسي. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم غنديروا خطة جهنمية باش نربحوا فرنسا. الخصم قوي وعندهم سرعة كبيرة في الهجوم، داكشي علاش غنلعبوا بكتلة دفاعية متراصة ونعتمدوا على الهجمات المرتدة السريعة. في حراسة المرمى بونو هو الكابتن والضمانة ديال التركيز. الدفاع غيكون مكون من حكيمي، أكراد، سايس وعطية الله باش نسدوا المنافذ مزيان. ولا لا، انت راكي قديم، انت هذا منتخب قديم، دابا منتخب 2026 جديد. عندك الصح، اسمح لي على الغلط. راه المنتخب تبارك الله تبدل وتطور في 2026. باش نكون دقيق في التشكيله ديال هذا العام، فاش من لعابه في بالك كتظن انها في فورمه كبيره دابا ونقدروا نعتمدوا عليهم؟ بلا ما نعتمدوا على الاسماء، اعطيني فقط يعني نوع التشكيله والخطه والاستراتيجيه اللي نلعبوا بها بدون يعني ذكر اسماء مثلا. تمام، بلا اسماء غنعتمدوا على خطه متوازنه وصلبه دفاعيا. غنلعبوا بتنظيم محكم وتماسك بين الخطوط باش نقلصوا المساحات على الخصم ونمنعوه من بناء الهجمات السهله. في الدفاع غنعتمدوا على تطبيق الضغط المتوسط باش نحافظوا على طاقتنا ونستعدوا للانقضاض بالسرعه القصوى فاش نقطعوا الكره. اما في الهجوم غيكون الاعتماد الاساسي على الهجمات المرتده الخاطفه عبر الاطراف، مستغلين المساحه اللي غيخليها الخصم وراء ظهره، وهذا الشيء كامل مرفوق بالتركيز على الكرات الثابته اللي ممكن تحسم الماتش. في نظرك هذه هي الخطة الوحيدة اللي نقدروا نربحوا بها فرنسا؟ لا، ماشي هي الخطة الوحيدة. الكرة فيها بزاف ديال الاحتمالات وممكن تبدل الاستراتيجية على حسب كيفاش غادي الماتش، ولكن ضد فريق قوي بحال فرنسا اللعب واحد الانضباط دفاعي قوي والاعتماد على الهجمات المرتدة كيبقى واحد من أنجع الطرق باش تخطف الفوز. المهم هو الجاهزية ديال اللعابة والتركيز طيلة 90 دقيقة. وشنو هما نقاط الضعف ديال في الخطة ديال المنتخب الفرنسي، طريقة اللعب؟ المنتخب الفرنسي رغم القوة ديالو عنده بعض نقاط الضعف اللي ممكن نستغلوها.